دي حقيقة. طب أنتِ كنتِ دايمًا عارفة يا نيفين إن أنتِ هتدخلي مجال التصميم أو الصناعة بتاعة الأثاث، والّا الموضوع جه يعني الوقت ونضِج فيكِ يعني؟ بُصّي، هو القدر، يعني أنا خلّي بالِك إحنا المصنع ده فيه في الروف مكان كبير أوي كنا عاملينه بسُفرة كبيرة، لإن إحنا عيلة الحمد لله كبيرة، فكان دايمًا تجمُّعنا هناك من وأنا صغيرة، فمن وأنا صغيرة باروح المصنع وباشوف والدي واقف في المَكَن، باشوف أخويا أحمد حلمي واقف بنَفْسه بيشوفوا قطع الخشب وإزاي بتتجمّع وإزاي بيطلع بيبقى كرسي، فدايمًا كان عندي الشغف أشوف إيه ده. طبعًا وأنا صغيرة كان بالنسبة لي باتدلّع وفي موظفين موجودين كانوا بيلاعبوني موجودين لغاية دلوقتي يعني. إمم. دي أسرة، يعني ده بيتي التاني باروح باتفرّج على القماش إزاي بيتنجد، باتفرّج على الحاجات دي بالنسبة لي كان لعبة. طبعًا إمم. مع تطوّر وكبرت لقيت إن أنا لأ، بابُص للموضوع بشكل إن how proud I am إن أنا باطلّع منتج بيتحط في مكان وبافتخر إن هو من مبل الشرق. فأنا الحقيقة ما كنتش هاتخيّل أدخل المجال إن حصلت ظروف خلّتني أنا لازم أقف جنب والدي وأتولّى القيادة معاه عشان الاستمرارية على الpath والأجندة اللي كان أحمد الله يرحمه سايبها لنا، وكان بيبُص دايمًا للمستقبل. فالظروف حطّتني في ده وحسّيت إن هو عارفة في الgenes بتاعتي لأ أنا I can do it. إمم. أحمد ادّانا قوة وادّانا إزاي هو كان godfather of الصناعة دي وإزاي علّم أجيال، ولقيت نفسي إن أنا كنت باتعلّم منّه وأنا even رايحة جاية من المصنع من غير ما أكون باشتغل فيه. فالحقيقة ده اللي خلّاني إن أنا عندي الشغف إن أنا أكمّل المسيرة يعني. باشوف كتير أوي يا نيفين من اللي أنتِ بتقوليه في قصة حياتي أنا، من رغم فرق السن ما بيننا، بس باحس إن كل حاجة أنتِ مريتِ بيها أنا حاساها on a personal level وI think ده سبب إن إحنا أصلًا صحاب، إن إحنا شايفين كتير الfamily أوي business مع فكرة بعض إن نفس الfamily الconcept. business نفس الchallenges اللي بتواجهنا، صح. إحنا الاتنين ستات في المجال ده، فحاسة إن وفي إحنا مسؤولية إنِّك تكمّلي الرسالة وتستمرّي دي وتتطوّري حقيقة، كمان، دي لإنِّك حقيقة. مش هتُقفي بس عند تطوري while حتّة holding the معيّنة. family legacy، ودي حاجة أنتِ اتميزتِ فيها أوي يا نيفين، إن أنتم من رغم إن أنتم بقى لكم 81 سنة في الماركت، أنتِ برضه طوّرتِ بس من غير ما تفقدي الأصالة بتاعة ده الbrand. أساسي. بُصّي دايمًا في مقولة كده، يعني زي ما أحمد الله يرحمه كان بيقول: تذاكري وإنِّك تبقي فاهمة جوّه أوي وفاهمة تراثِك وفاهمة حضارتِك وفاهمة أنتِ جاية منين، عشان أنتِ جزء من العالم. فأنتِ لو مش عارفة أنتِ إيه وقيمتِك إيه وتراثِك إيه والخليط اللي موجود في الحضارة بتاعتنا، هتبُصّي إن برّه ده حاجة اختراع. لأ، أنتِ عندِك الأساس وبتطوّري ده مع اللي برّه. فأنا عندي ميزة كمان إمم. أكتر من الناس اللي عايشة برّه في دول أوروبية، أقدر اهم. أنافس وأقدر أبقى موجودة في مكانة ممكن تكون أحسن كمان.